السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصحابي وحبايبي؟ يلا كلنا نبدأ بسم الله ونصلي على سيدنا رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. هنعمل ان شاء الله النهاردة الوردة دي، وزي ما عودناكم استنوا بقى المنديل. اين اشيائي؟ يلا نرجع نكمل وهنوريكم ازاي بنبدأ الوردة البلدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل الاول حاجة كده زي ايه، ورقة الشجر يا بنات. وتاني بقول لكم الرسم على الفل ده عمره ما بيكون زي الرسم على الجسم. الرسم على الجسم اسهل بكتير، والمادة التدريبية كمان بتبقى رزلة شوية، بس انا خلاص يعني اتعودت عليها، ومع ذلك بقول رزلة شوية، بس احسن ما تقعدي تتدربي بالحنة وتهدري في الماتيريال بتاعتك. البنات اللي عايزة تتعلم الحنة، عايزة تبدأ مشروع، عايزة يبقى عندها دخل خاص بيها، ما تحتاجش لحد، تعمل اللايك عشان يوصلها مننا كل جديد، وتتابع معانا الفيديوهات بتاعتنا ان شاء الله. احنا بنلفها كده، نفضل نلف فيها لحد ما تتدور معانا ونحس ان هي تمام. شوفوا انا عماله اجي من هنا وايه واسحب، واجي من هنا وادور لحد ما تتدور معايا زي ما انتوا شايفينها كده. كورس رسم الحنه والصبغه يا بنات، اللي عايز رسم الحنه موجود، واللي عايز كورس الصبغه مع رسم الحنه الاتنين موجودين. اشتغلي من البيت، هتشتغلي وهتكسبي وهتصرفي على بيتك وعيالك، ومش هتحتاجي لحد طول ما في ايدك صنعه. هتاخدي محل وتفتحي محل وتشتغلي، ربنا يوسع رزقك ويزيدك، وان شاء الله تخرجي من القناه دي وانتي محترفه باذنك يا رب العالمين. انا بسحب الخط ده، هاجي هنا هعمل 3 سبعات فوق بعض. شايفين ماسكه القرطاس؟ شايفين سندة ايدي؟ هنيجي يا بنات هنعمل هنا ورق شجر كده، وبعدين نعمل كده كمان اهو ورق شجر تحت بعضه. انا جيت هنا للاخر، هاجي اعمل ايه، هاجي قافلاها كده، واجي هنا نفس الحكايه ورقه شجر حلوه كده اهو اهو. وبعدين هظلل التظليل بيبقى من فوق. انا مكاني فين يا بنات؟ انا مكاني في حدائق الاهرام، وعندي مكان بدي فيه الكورسات في فيصل، وعندي مكان في الرمايه بدي فيه الكورسات برضو، مساكن الشباب الرمايه. اي استفسار تبعتولي على رقمي على الواتس 012 70 70 3453. خلاص احنا وصلنا لحد هنا حلو يا بنات، وزي الفل عسل وزي الفل. هنعمل ايه تاني؟ هنيجي عاملين 8، هنيجي عاملين 8، وهنيجي حاطين نقطة كده. شايفين انا حددت ازاي؟ حطيت نقطة هنا كأنك بتعملي رسم هندسي، وهاجي اوصل دي مع دي. هعمل ايه تاني؟ هاجي اعمل دايرة. تمام، على فكرة انا كتير اطلع الرسمة وارسم من دماغي، يعني كتير اطلع رسمة. تمام، شايفين يا حبايب قلبي؟ شايفين احنا لسه ما كملناش، هنزود هنا التظليل شوية. يعني كتير اطلع الرسمه وانا برسمها خلاص ايدي من كتر الرسم بقيت انا استرسل وازود من دماغي. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنعمل ايه بعد كده؟ هنيجي واخدين كده كده، ونطلع كده كده، وبعدين نعمل كده رفيعه. لا هنتخنها، ممكن تتخنيها بسلسله زي ما انا عودتك، وريتكم السلاسل الفيديو اللي فات. دواير تخينه وتسحبيها، كور تخينه وتسحبيها، ماشي. ممكن هنا زي ما انت تحبي تعملي قلب، عملنا اوكي. نعمل كده نظام السبعات وعكسها تمانيات.
اعملي اللي انتي وزبونتك تحبه. انتي لما بتكسبي الزبونه بيجي من وراها زبونه واتنين وتلاته واربعه، وزبون بيجيب زبون. انتي بلسانك الحلو وباسلوبك ممكن على فكره تعملي حاجه للزبونه انتي ما تبقيش واو فيها قوي يعني، بس هي تعجبها. عجبها ايه؟ عجبها اسلوبك، عجبها ذوقك، عجبها شغلك. احنا عايزين نتخن دي شويه او نحط فيها كور. انا اقصد اقول ان مش شغلك يبقى حلو، لا، انا عايزه شغلك يبقى دقيق وحلو. بس كمان عوامل نجاحك في شغلك مش بس انك بترسمي وبتعملي شغل كويس، لا، اسلوبك هتطفشي بيه الزبونه او هتكسبي بيه الزبونه. شايفين يا حبايبي؟ اقعد ابص على الرسمه، انا مش عارفه المفروض ان انا سوري يا بنات اهي. اقعد ابص على الرسمه كده. شايفين يا حبايبي؟ عايزه اضيف فيها حاجه اكتر من كده ممكن، دي حاجه ترجع لك. مش عايزه تضيفي خلاص. عايزه تحطي هنا مثلا عصفوره. يا عصفوره طيري، يا عصفوره ولا يا طياره، يا طياره طيري طيري على بيت الجيران، بدي ارجع طفله صغيره على سطح الجيران. بصوا، هو اللي انا معرفوش تيرارارارا يعني مش لازم اقول لكم المقطع بتاعي صح، بس هتلاقوني بدندن يعني. والنبي ده انا عسل، لولو دي عسل. في ناس بتحب الورده مفتوحه كده، وفي ناس بتحبها متظلله. انا وريتها لكم وهي مفتوحه، تعالى اوريها لكم وهي متظلله. معاكي الحنه الحمراء بتلوني الورده من جوه بالاحمر. ماشي يا حبايبي؟ جري ايدك، انت قاعده بتتفرجي على مسلسل، جري ايدك ارسمي وانت قاعده، بدل ما انت قاعده بتتفرجي على المسلسل فاضيه بتقزقزي حاجه بتاكلي حاجه. لا، اجيب وارسم. والله انا حتى بقعد ارسم مش عشان اجري ايدي ولا حاجه، انا خلاص بقيت اعشق الرسم، بقيت احب الرسم. هنعمل لكم رسمه كمان هنا في الحته الفاضيه دي. مش معقول هنسيب بقيه الورقه فاضيه قبل ما نقول لها باي باي بقى ونرميها. هنعمل ورده تاني. بصوا يا حبايبي، شوفوا انا عملت ايه. شايفين انا عملت ايه؟ اقعد الف حواليها، الف وادور زي الحلزونه. وارجع اخد من هنا كده، وارجع اخد من هنا. انا بشوفها فاضيه منين وادورها. ماشي يا حبايبي؟ هاجي عامله ايه؟ هاجي اعمل كده. دي الرسمه دي يا بنات تنفع على الصدر، تنفع احطها على الرجل من الجنب، وهطلع ورقه شجر. يعني انا رسمها على ورقه، طب هي الزبونه هتحطها فين؟ انتي بتوجهيها، بتقولي لها. ممكن انا عايزه اطلع من هنا برضو. شايفين انا عملت ايه؟ اهو كل مره ببداها لكم بطريقه مختلفه علشان تبقى عينيكم وايديكم متعوده على كذا شكل. اهو بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. صل على رسول الله. خدوا الاجر وادوني الاجر، اخد ثواب على حسكم وعلى حس حبايبي. طيب اهو اجي انا دي مش ظابطه معايا، هاجي اعمل كده اهو. صلحتها. انا قلت لكم طبعا الورق غير البشره. اجي اعمل دايره حلوه كده في قلب بعضها زي الحلزونه. اجي طالعه كده مفرعاها موسعاها، واجي عامله هنا ورقه شجر كده جميله. انتي بذوقك تعملي كل حاجه حلوه. والله انا زي ما بقول لكم كده ببص على الرسمه والاقي نفسي خدت من هنا فرع، وخدت من هنا ورده، وخدت من هنا ورقه شجر، وطلعت حاجه تانية جميله. عايزه اقول لكم العرايس ساعات بيجهزوا لي الرسومات على الموبايل، وبعد ما بيشوفوا اول رسمه يقولوا لا يا طنط كملي على ذوقك. لا خلاص احنا واثقين فيكي. بسم الله، اللهم صل على النبي. بصوا يا حبايبي، شايفين؟ دي ينفع ان احنا نحطها فين؟ على الصدر، على الكتف من ورا، على الايد من هنا كده على الحته دي. ممكن نحطها على الرجل بالطول، وممكن نقفل الورده نظللها، وممكن نسيبها مفتوحه. اسالي عميلتك بتحب ايه.
ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، ويوفقكم لصالح الاعمال، ويفتح لكم ابواب رزق، ويجعل اليابسه يا بنات في ايدكم خضرا يا رب العالمين. ويا رب يكون المحتوى بتاعي عجبكم واستفدتوا منه. ولا تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب. دعوة حلوة منكم، لايك، كومنت اللي تقدروا عليه. كل اللي يجي منك يا المحبوب يعجبني، حتى الجفا والأسى منك إحسان. ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.